خاصة باسم نادي البنك الاهلي ولسيادتكم جميعا برضه، ويا ريت تشرفونا في اقرب وقت ممكن. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه بهنئ مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد باختياره الكابتن سيد عبد المنعم لجنه المسابقات، ونتمنى ان هو من زمان كان يكون فيها لانه اهل للثقه دي نمره واحد. نمره اثنين، عايز اتكلم على حته دور المدرب واتحاد كرة اليد بالنسبة للحكم. المدرب بالنسبة لاتحاد كرة اليد والحكم. الحكم ليه اللي يدافع عنه؟ المدرب ما فيش اللي يدافع عنه. فأرجو ان الناس كلها تراعي الحتة دي. تاني حاجة، تفعيل الراجل اللي هو بيراقب المباريات مش موجود، سواء موجود او مش موجود في جميع المراحل السنية والفئات العمرية كلها لغاية الدرجة الأولى. لازم يكون له دور كويس جدا وإيجابي. الحاجة الثالثة اللي عايز اتكلم فيها ان تفعيل دور المناطق تبقى ايجابية جدا. المناطق ايه دورها في المرحلة السابقة؟ مع احترامي الشديد للمجلس الحالي او السابق او اي حاجة، انا بتكلم المنطقة ايه دورها؟ عايز حد يرد عليا ويقول لي ده دور المنطقة، غير انهم ناس محترمة انا ما بقللش منهم، لكن انا اروح اختم ورقة يبعت لي فاكس، حتى المسابقات ما كانتش بتجيله، بتيجي على الاندية على طول، ما ينفعش. عايز المنطقه بتاعتي تكون قويه وتحميني كمدرب وحكم ولجنه مسابقات ولجنه فنيه وكل حاجه. هو ده المفروض من المناطق، لكن المناطق مش رئيس واعضاء وخلاص، لا، عايز المناطق يا ريس تكون قويه وتدافع عن حتى مدرب ولاعب وحكم وكل المنظومه، يبقى كلنا اسره واحده من تحت لفوق مش من فوق لتحت. ده اللي انا بتمناه لاسره كره اليد، وبشكركم. بس اذا كانت المنطقه بتتعين فمش ممكن تبقى قاعده، وبالتالي احنا بنعاهد قدام حضراتكم في البرنامج بتاعنا الانتخابي القانون بيقول ان الاتحاد يعين المناطق. احنا تنازلنا عن هذا الحق فيما بيننا، وهنستطلع علشان ما نخالفش القانون، هنستطلع كل الانديه. عمل كشف بالتليفون لما اتحضر كل الانديه سواء كانت اعضاء في الجمعيه العموميه اللي فاتت او مش معقول نادي مثلا مركوز او النحاس او كل الانديه دي ما تبقاش له رؤيه في اختيار مجلس الاداره، وبالتالي احنا هنبعت ان شاء الله بعد بلاش الكلام ده في مجلس الاداره ونقرره نبعت لكل انديه مصر، كل منطقه كل نادي يختار منطقته، وإذا حصل بما يتناسب مع القانون المصري. يعني ايه؟ يعني الرئيس لازم يكون مثلا مواصفاته كيف لاعب معاه مؤهل كذا، الاعضاء كذا، 4 يكونوا تتوفر. اذا المنطقه الانديه كلها بعتت اتفقت على حاجه فاحنا هنعتمد على طول. حتى لو انا مثلا جبتوا لي واحد احنا كلنا مثلا في الاتحاد لنا ملاحظات عليه، لكن تتفق عليه الشروط وانتوا اخترتوه يبقى هنعتمد على طول. انت زي ما انت قلت بالظبط الكلمه صح، المنظومه لازم تبقى من تحت لفوق، ما هياش من تحت من فوق لتحت، ما ينفعش. لازم المناطق تبقى قويه، لان المنطقه القويه الانديه هتحاسب في لجنه مسابقاتها، لازم يبقى في لجنه مسابقات المنطقه، في لجنه حكامها، لازم يبقى في لجنه حكام، في لجنه مدربينها، لازم فيها لجنه مدربين، وبالتالي هي اللي تبدا العمل. عشان كده بقول لك المسابقات هتختلف في المناطق دي المسابقات هتختلف، لان احنا نمره واحد هنعين المناطق بناء على اقتراحاتها. بقول ليه انت هتقول لي بتقول انت بتعين، انا بعين وفقا للقانون، بس بقول لك قول لي اعين مين.